بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه عن أخبار النادي الأهلي، هنتكلم فيه عن أخبار الكرة المصرية والرد على التدليس الأبيض في الإعلام. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخبط اللايك وتعالى نخش في تفاصيل أخبارنا النهاردة. خالد مغربي ده الوكيل المصري لأليو ديانج في الدوري المصري، كان طلع في إحدى القنوات الفضائية وفتح صدره كده وفتح قلبه واتكلم وقال كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقد أليو ديانج. لماذا لم يتم تجديد عقد أليو ديانج حتى الآن؟ ومن المتسبب في هذا الموضوع؟ الراجل قال ان اول كلام اتفتح مع ديانج او مع وكيل ديانج في موضوع التجديد كان يوم 25 نوفمبر 25/11. طيب هو ديانج رجع للاهلي امتى؟ ديانج رجع للاهلي في تقريبا اخر 10 ايام في شهر مايو، اللي هم كان انتهاء الدوري السعودي مع نادي الخلود ورجوعه للتجهيز لمعسكر كاس العالم. طب حضرتك ما اتكلمتش معاه ليه من ساعتها وانت حضرتك عارف ان دي اخر سنه في عقده؟ طيب هو الموضوع اتفتح يوم 25 نوفمبر ازاي؟ هل تم استدعاء الوكلاء بتوع ديانج واتحط قدامهم عرض النادي الاهلي والمقابل المادي والمده الزمنيه اللي هيجددها ديانج والكلام ده كله؟ هل الكلام ده كله كان جاهز وقالوا لهم تعالوا عشان نقعد نتكلم فيه؟ لا، الموضوع كان كالتالي: كان في عرضين من الدوري السعودي، كان الوكلاء جايبينهم ورايحين النادي الاهلي قاعدين مع المدير الرياضي عشان خاطر يتناقشوا في العرضين. هل النادي الاهلي عنده امكانيه ان هو يوافق على العروض دي ولا لا، وايه طلبات النادي الاهلي؟ ففي وسط الكلام كده اتفتح الموضوع ان ايه، طب ما نجدد لديانج. يعني هي كده حاجه كده اترمت في وسط الكلام وما اتبناش عليها، هي كلمه اترمت في النص وخلاص وخلصنا. الوكلاء بعد كده تواصلوا مع كابتن وليد صلاح الدين وعرضوا عليه العروض بتاعتهم، وكابتن وليد صلاح الدين قال لهم يا جماعه كده العروض مبالغ فيها قوي، انتوا كده مزودين الموضوع قوي، لا احنا قدراتنا 1 2 3، لا احنا عايزين لا كتير، لا طب كذا طب كذا طب كذا. المهم ايه، كابتن وليد صلاح الدين يعني تقريبا كده قال لهم قدرات النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي، والاهلي يقدر يوصل لحد كذا، وانا عندنا سقف وعندنا لعيبه ثانيه ممكن تتكلم وتقول وتبص وبتاع. الرد جه امتى؟ الرد جه يوم مباراه مصر ونيجيريا الودي. حددوا لنا ميعاد يا جماعه عشان نيجي نوقع العقود. الناس عايزه تيجي توقع، مش لسه هيتكلموا ولا هيتفقوا ولا هنقعد نفاصل، ده الناس جايه توقع. فيلا يا جماعه العقود عشان نوقع العقود. فالموضوع يعني تم ارجاؤه لما بعد كاس الامم الافريقيه، واثناء كاس الامم الافريقيه تم عمل جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ. الجلسه ما خدتش 5 دقائق تم الاتفاق فيها على كل حاجه، وكان في انتظار أليو ديانج عشان يجي يقعد ويوقع. بس قبل اللاعب ما يرجع من الاجازه وينتظم في التدريبات جه موضوع عرض فالنسيا اللي بوظ كل حاجه. فدلوقتي مفيش فالنسيا، فكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله الفتره الجايه هيقدر يقنع ديانج ويقدر يقنع وكيل ديانج ان هم منفتحين على التوقيع للنادي الاهلي، منفتحين على التجديد للنادي الاهلي. الراجل قال بمنتهى الصراحه، خالد مغربي قال بمنتهى الصراحه ديانج اهلاوي صرف ولن يلعب في مصر الا للنادي الاهلي. مروان عثمان اوتاكا احنا شايفين اللاعب بدا يخش جوه منظومه النادي الاهلي داخل الملعب يعني، واللاعب يعني انسجم بسرعه جدا، ترس ودخل اشتغل في المكنه بسرعه جدا، ما محتاجش وقت طويل جدا. من اول الراجل من اول ما انضم تاني يوم على طول كان في الماتش بتاع يانج افريكانز وبين كرامه واحرز هدف. ان شاء الله ناخد الخطوه ونخلصه من نادي سيراميكا كليوباترا. نادي سيراميكا كليوباترا ما وافقش في الاول ان يحط اللي هو بند تفعيل الشراء النهائي في عقد الاعاره بتاع مروان عثمان اوتاكا، بس احنا قلنا في كلمه ووعد شرف من اداره سيراميكا كليوباترا النادي الاهلي ان في حاله ان انتوا لو لاعب ان شاء الله في اخر الموسم اتفتح الكلام فيه، الاولويه للنادي الاهلي، والكلام ده فعلا حقيقي. الاولويه للنادي الاهلي في مروان عثمان اوتاكا في اخر الموسم، لو النادي الاهلي حب ان هو يشتري مروان عثمان اوتاكا نهائيا. ولكن عايز مروان عثمان اوتاكا تتكلم فيه قبل كاس العالم، تجيليش بعد كاس العالم اللاعب ان شاء الله انضم منتخب مصر، يتالق في منتخب مصر في ماتش في الثاني، يجي له عروض خارجيه ويجي له عروض من داخل الدوري المصري،
وهتبقى عروض بمبالغ. فما تجيش تقول لي لا انا هاخده ب 20 30 مليون عشان انت متفق معايا ولا ليها الاولويه. ما تزعلش بقى ساعتها. فانت عايز تخلص، خلص قبل كاس العالم. وانا رايي الشخصي، وحضرتك تقول لي رايك في الكومنتات، انا رايي الشخصي ان بعد شهر بعد 2 مروان وعثمان ابتدت الدنيا تمشي، فاحنا نخلص من شهر 2 او شهر 3 ونخلص ونشتريه ونقفل الموضوع خالص. ما نستناش للصيف، ما نستناش نادي يخش يرخم عليا زي بيراميدز. كامويش الحمد لله كنت من اوائل الناس اللي كلمتك على كامويش، وقلت لك ان بنسبه كبيره كامويش هو مهاجم النادي الاهلي. كانت المفاضله في الساعات الاخيره بينه وبين احمد نزير بن ابو علي. هم دول الاثنين المهاجمين اللي كانوا تحت الاضواء فقط، ما كانش في حد غيرهم. الناس قالت لك مهند علي، وفي ناس على الصفحات قالوا ان مهند علي بيخلص في النادي الاهلي، وانا قلت ان اللاعب ده لا يستحق الانضمام للنادي الاهلي لان عنده مشكله في ركبته، عنده رباط صليبي مرتين في نفس الركبه. طيب تفاصيل عقد كامويش. كامويش اعاره مع احقيه الشراء النهائي. الاعاره ب 400,000 دولار كراتب لكامويش، زائد 400,000 دولار للنادي بتاعه. كامويش لاعب برتغالي انجولي، بيلعب او كان بيفضل اللعب لمنتخب انجولا، ولما اتسال المدير الفني الاجنبي البرتغالي اللي كان ماسك منتخب انجولا قبل كاس الامم الافريقيه، مش اللي معاهم دلوقتي، قالوا له انت كامويش انت شايف ان هو لاعب كويس ولا مش لاعب كويس، ولو لاعب كويس ما ضمتوش ليه؟ قال لهم انا كنت فاتح خطوط اتصال مع كامويش، واللاعب كان مرحب جدا بتمثيل منتخب انجولا، واللاعب كان جاي. لما مشيت ما اعرفش هل الاتحاد الانجولي كمل ولا ما كملش. كامويش لاعب قناص داخل الصندوق، لاعب مهاري، لاعب سريع. يعني اللاعب ده بيشبهوه بناني، اللاعب البرتغالي طبعا الكبير، كان لاعب سريع جدا. هنشوف بقى هو في الضربات الحره المباشره. اللاعب تم قيده افريقيا. اللاعب هيتم تفعيل بند الشراء النهائي اذا احرز 10 اهداف مع النادي الاهلي، هيتم تفعيل الشراء النهائي مباشره دون الرجوع للنادي بتاعه. كامويش تم قيده في القائمه الافريقيه هو وهادي رياض، والحمد لله من قبل النادي الاهلي ما يعلن ومن قبل اي حاجه انا كنت قايل لك على كامويش، وكنت قايل لك على هادي رياض، كنت قايل لك ان هادي رياض مخلص ب3 سنين ونص. كامويش اذا ما تم تفعيل عقد الشراء النهائي، كامويش 3 سنين العقد بتاعه، تم برضو الاتفاق على كل حاجه. 3 سنين العقد بتاعه، اول سنه هياخد 900,000 دولار، السنه الثانيه مليون دولار، السنه الثالثه مليون و100,000 دولار. 3 صفقات تحت السن، هنقول منهم واحده مش تحت السن لانه فيهم لاعب مصري كنا اتكلمنا عنه قبل كده، ده مش هيتقال تحت السن طبعا، ده هيتقال كلاعب مصري بقى بعيد عن الاجانب وبعيد عن القصه دي خالص. انياس عبد الحميد كنا قلنا لكم عليه قبل كده. انياس عبد الحميد ان شاء الله احتمال يجي يخلص كشف الطبي بتاعه، بس النادي بتاعه شارط ان هو يلعب المباراه اللي جايه مع فريقه اللي هو فيسترلو البلجيكي. لعيب بيلعب مركز صانع الالعاب اشول، لعيب حلو جدا، لعيب كده يعني شبيه بامام عاشور شويه على صالح جمعه، يعني تقدر تقول كده مزيج بين الاثنين. مصطفى قبيل العراقي. وفي عندنا ده بقى اللي هيبقى مفاجاه النادي الاهلي لو خلصوا، عمر بن علي. عمر بن علي لعيب عنده 20 سنه بيلعب في نادي الصفاقسي التونسي، هداف الدوري التونسي. وفي برضه لعيب فلسطيني اسمه اوجستين منصور، النادي الاهلي بيتابعه عشان برضه يخلص 3 من ال4 دول تحت السن ان شاء الله، ويتم قيدهم حتى لو ما لحقناش القائمه الافريقيه هيتم قيدهم محليا. القيد المحلي عندنا مفتوح لحد يوم 8 فبراير. قصه امام عاشور سريعا. امام عاشور كان النادي الاهلي محدد السفر يوم الخميس الساعه 9 الصبح. البعثه كلها اتجمعت في المطار ما عدا 2، حسين الشحات وامام عاشور. تم تاخير الطياره ساعه، حسين الشحات جه بعد نص ساعه، امام عاشور ما جاش. تم التواصل او محاوله التواصل مع امام عاشور او مع حد من اسرته، ولكن كل المحاولات بقت بالفشل. فالبعثه سافرت، بدات بقى تكهنات بقى، وبدا بقى الصفحات بقى والسكريبتات بقى
ده امام عاشور ده الاهلي على قفاه، ده امام عاشور سافر غصب عن الاهلي، راح امريكا، راح مش عارف فين. ابتدت بقى ايه، كل بقى الشاحن بكارت فكه طلع يتكلم بقى في الموضوع. طيب الموضوع كان في سيناريو اتقال، بس هو السيناريو ما يخش العقل. اتقال ان الراجل خارج من دور فيروس ايه، ومناعته ضعيفه جدا، فمش هيستحمل التطعيمات. اللي سافر بره خد تطعيم او حاجه، عارف ان التطعيم ده في اول 24 ساعه بيبقى فيه سخونيه شويه، فامام عاشور جسمه مش هيستحمل، فبالتالي هو ما سافرش. بس الموضوع ده كان هيبقى موضوع اجرائي داخل النادي الاهلي، كان هيبقى بمعرفه الجهاز الطبي في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان هيشيل اسمه من القايمه اصلا، ما كانش هيحطه. بعد التواصل كده مع ناس من قرايبه، اتقال ان هم الاسره كلها بالكامل عندها المتحور الجديد، وان امام عاشور ما سافرش مع النادي الاهلي وما راحش حتى مهار المستبعدين، لان هو طبعا مناعته ضعيفه، فالموضوع تقيل عليه قوي، زائد ان في سخونيه وممكن يعدي اللعيبه اللي هناك، فما راحش النادي برضه في تدريب المستبعدين. النادي الاهلي بعد ما عرف بالموضوع، طبعا اللعيب حتى لو عنده ظروف فهو غلطان. المفروض من اول ما حصلت لك الظروف، في جروب واتس اصلا معروفه اصلا في الدنيا كلها، ان بيبقى اللعيبه عاملين بينهم وبين بعضهم جروب على الواتس، بيبقى معاهم حد من الاداره في قلب الجروب، مدير الكوره، المدير الرياضي، بيبقوا موجودين معاهم في قلب الجروب. فكان من السهل انك تبعت رساله، حتى لو مش قادر تتكلم كان سهل تبعت رساله على الواتس: يا جماعه انا عندي المتحور. فالنادي الاهلي عشان خاطر الموقف ده وقع عليه النهارده غرامه 1.5 مليون جنيه. يا جماعه امام عاشور فاضل له 2.5 سنين في عقده. امام عاشور لعيب مش غبي عشان خاطر يهرب من النادي الاهلي ويتوقف ويضيع مستقبله. وبعدين امام عاشور فاضل يومين على قفل باب القيد، هيلحق يسافر ويعمل الكلام ده كله امتى؟ والنادي اللي هيأيده هيجيب البطاقه الدوليه بتاعته امتى؟ حتى لو بطاقه مؤقته تطلع له امتى؟ يا جماعه الكلام بالعقل. هو الموضوع فعلا ممكن يكون المتحور هو فعلا القصه الحقيقيه، بس امام عاشور غلط في ان هو ما بلغش النادي الاهلي في ساعتها، ان احنا نقعد نستناك ساعه في المطار. عقوبات الاتحاد الافريقي في مباراه المغرب والسنغال في نهائي كاس افريقيا، كان في صاحبي مغربي كتب حاجات يعني جامده جدا: سحب اللقب من السنغال مع عدم منحه للمغرب، ايقاف مش عارف المدرب 4 سنين، مش عارف ايقاف مين مجموعه من اللاعبين 2 سنين، ايقاف مندي سنه، مش عارف عقوبات كده يعني حاجه في الخيال. عقوبات الاتحاد الافريقي كالتالي: ايقاف حكيمي مباراتين بسبب سوء السلوك، مباراه هيتم تنفيذها مباشره، ومباراه ايقاف تنفيذها لمده سنه. في خلال السنه اذا خد اشرف حكيمي اي عقوبه سلوكيه هتضاف عليها المباراه دي. اسماعيل الصباري 3 مباريات، 200,000 دولار على الاتحاد المغربي بسبب السلوك الغير لائق، بسبب موضوع رمي الكرات واخفاء الكرات والكلام ده. 100,000 دولار بسبب سوء سلوك اللاعبين. 15,000 دولار بسبب استخدام اشعه الليزر في الماتشات. عقوبات الاتحاد السنغالي او عقوبات منتخب السنغال: ايقاف المدير الفني تياو 5 مباريات بس، مش 5 سنين ولا 4 سنين، والراجل هيدفع 100,000 دولار. دي بقى الغريبه قوي، يعني هو راجل ممكن يكون مكافئته في البطوله كلها هم ال 100,000 دولار هيدفعهم من الاتحاد الافريقي عقوبه. في نندياي وصار مباراتين و615,000 دولار على الاتحاد السنغالي. والعقوبات دي كلها ملهاش دعوه بكاس العالم، العقوبات دي كلها في المباريات التي ينظمها او اللي تحت مظله الاتحاد الافريقي فقط لا غير. نروح لموضوع زيزو. زيزو كان فيه وهو خارج، كان في واحد في مدرج الصحفيين: انت مالكش فيها، انت غرفه داهيه. كل الكلام ده انا ممكن اقول واحد اهلاوي شايف ان مستوى زيزو مش قد كده، انما لما يقول له ده انت بزرة برقبتك، طب ده ايه اللي دخله؟ وده بيعمل ايه في مدرج الصحفيين؟ وازاي الناس اللي موجوده تسمح له بده؟ يعني ده صحفي؟ ده بالله عليكم صحفي؟ ولا ينفع يبقى صحفي ان يهاجم لاعب بالشكل ده؟ قول له بزيره برقبتك؟ لا ده ابيضاوي زريباوي، ايه اللي دخله ده؟
الاعلام الابيض الكلام زاد بقى على موضوع امام عاشور والكلام ده كله، وانا قلت لك القصه وما فيها في موضوع امام عاشور، فما تسمعش للناس دي خالص. وكانوا ماسكين برضه موضوع اعارات الاهلي وسيراميكا والكلام ده، واحنا ردينا فيه واتكلمنا فيه كتير. بس اما يطلع صحفي كان في يوم من الايام نائب رئيس المنظومه الاعلاميه، لقب كده حلو كده تقيل يعني، ويطلع يقول النادي الاهلي عمال يجيب صفقات 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 صفقات، الاهلي لازم يطبق عليه مبدا اللعب المالي النظيف. يا استاذ يا اللي بتطلع مالكش غير صوت عالي بس، ما بتعرفش تتكلم كلمتين على بعض، واقل صحفي اهلاوي بيمسح بيك البلاط. تمام. النادي الاهلي من سنتين طلب بتطبيق مبدا اللعب المالي النظيف. هو حضرتك دلوقتي ناديك الابيض اللي معهوش فلوس وراح جاب 11 صفقه في الصيف اللي فات، ولو مش موقوف قيد كان جاب 5 6 صفقات في الايام دي. حضرتك ما تقول الكلام ده لناديك، ناديك اللي مديون لطوب الارض وجايب 11 صفقه. جابهم ازاي؟ جابهم منين؟ ايه الموارد اللي دخلت له مقويه قلبه ومخليه يشتري لعيبه؟ يا باشا انا واحد اهلاوي اتمنى والله اتمنى ان يتم تطبيق مبدا اللعب المالي النظيف. اللعب المالي النظيف لو اتطبق هنرتاح منكم ومن الكياده، هنرتاح منكم انتوا الاثنين، لان مفيش موارد وبتشتري وعندك خسائر في ميزانيه الكوره، وهو ما بيقدمش ميزانيه اصلا، ما حدش يعرف عنه حاجه. فلو مكانك ما اتمناهاش، والله انا لو في مكانك وفي موقفك انا ما اتمناهاش. كان عندك في اول الموسم 10 محترفين بتقبضهم كلهم بالدولار، ومحدش يقول لي فيهم 4 فلسطينيين ولا 5 فلسطينيين بيقبضوا بالدولار. ما يبقاش بيتك من ازاز وتحدفني انا بالطوب. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك وشير للحلقه عشان توصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعبكم ملعب بوخارست. شكرا، السلام عليكم.